السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتني جدا جدا، ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، ويعودها علينا وعليكم وعلى حبايبنا والأمة الإسلامية كلها بخير يا رب. زي ما انتم شايفين بقى نزلت كده، مش هكدب عليكم انا ما بجيبش مشتريات رمضان كلها مرة واحدة. انا كل ما بنزل بجيب حاجة بحيث ان هي يعني ما احسش ان هي مبلغ او تحتاج تكلفة عليا. زي ما انتوا عارفين الظروف صعبة. المهم اول مرة نزلت فيها لقيت الفانوس كان عامل 65 جنيه، جبته. بعد كده جيت رحت جبت علبة المناديل لقيتها عاملة 20 جنيه، جبتها. كل مرة بروح اجيب حاجة بجيبها. المفرش الجلد اللي تحت اول ما رحت جبته عامل 25 جنيه، 2 متر في متر، 2 متر طول في متر عرض. وجبت لفة اللزق اللي هي مرسوم عليها بقى فوانيس ورمضان والحاجات الحلوة دي. تمام. وجبت اللي هما الفرعين الفرع كان عامل 7 ونص، اللي هما عليهم بكار كل حاجة كده معاكم. العلبة دي شكلها حلو قوي وعجباني قوي. هستفاد منها بقى في كذا حتة يعني، وعايزة اجيب واحدة كمان سعرها رخيص جدا وحلوة وشكلها شيك. تمام. بعد كده بقى تعالوا بقى نكمل بقى يوم رمضاني كده. انا عامله لكم النهارده الفيديو رمضاني. جبت بقى كوبايه سكر عليها كوبايتين ميه، هولع عليهم على النار وهسيبهم بقى ايه يستووا يعني او يغلوا مع بعض كده على جنب. وجبت شريحتين من الليمون زي ما انتم شايفين كده، حطيتهم، مش هحط فيهم المعلقه دلوقتي خالص. حوالي 3 معالق من السمنه وهسيبهم يسيحوا جنب مني. وجبت بقى ايه كنافه قبل رمضان. شفتوا مش بقول لكم اليوم رمضاني. المهم جبت الكنافه دي بقى وابتديت ان انا افككها كده من بعضها واقطعها. تمام. كل حاجه لوحدها يعني، اخليه الشعيرات بتاعتها كده مش متماسكه، لا كل حاجه سايبه نفسها كده. المهم زي ما قلت لكم بقى، انا لما بنزل اجيب يا جماعه حاجه رمضان، مش ما اكدبش عليكم، ما بجيبهاش كلها مره واحده عشان ما احسش ان انا دفعت مبلغ قيم مره واحده. لا انا كل ما بنزل بيتوفر معايا فلوس، بلاقيني نفسي جبت حاجه بحيث ان انا افرح برضو اللي معايا في البيت وافرح اولادي وكده بحاجات رمضان الحلوه. وفي نفس الوقت المهم زي ما قلت لكم كل ما بنزل بجيب حاجه عشان خاطر ما احسش ان انا دفعت مبلغ على بعضه، وفي نفس الوقت افرح اولادي. زي ما قلت لكم اول ما نزلت اول مره لقيت الفانوس عجبني، جبته كان ب65 جنيه. بعد كده جبت بينور. بعد كده جبت بقى العلبة وجبت شوية الحاجات كل نازلة كنت بجيب حاجة يا جماعة، عشان ما اكدبش عليكم ان المنطقة اللي انا فيها كده كده شعبية، فبالتالي فيها الحاجات دي. تمام. بصوا زي ما انتم شايفين بقى بقطع كده الكنافة من بعضها. الايد اللي بتظهر دي ايد كوكي، بتطلع كده تاخد حتة تاكلها نية وترجع تاني تاخد كده. المهم ماشي. وطلعت برضو الحاجة بتاعت السنة اللي فاتت، بصيت فيها شفت ايه بقى اللي هو مثلا هينفع ان هو يستعمل السنة دي، وايه اللي مش هينفع يستعمله السنة دي كده يعني. انا الحمد لله ولله الحمد لقيت فروع النور كلها بتاعت السنة اللي فاتت شغالة. تمام. شوية برضو ديكورات لقيتها يعني عايزة تتمسح وتتظبط كده. فالمهم ان انا طلعتهم وحضرتهم عشان اظبطهم، وبرضو هصورهم معاكم في فيديو. وان شاء الله باذن الله مشيئة الله تعالى لما نيجي نلم بقى حاجة رمضان هوريكم انا بلمها ازاي عشان خاطر بحافظ عليها. المهم نرجع بقى الفيديو بتاعنا. جبت الكنافه كده بعد ما خلاص طلع يعني فككتها كلها من بعضها، نزلت بقى بالمعلقتين السمن معلقتين سمنه كبار، يعني معادل مثلا نص كوبايه سمنه. تمام. وغرقت بقى الكنافه بتاعتي بالسمنه. كنافه يا جماعه يعني سمنه. تمام. بعد كده جبت سنه سمنه كده دهنتها في الصينيه اللي هشتغل فيها. ماشي. يعني بصوا بقى حلويات شرقيه يعني سمنه بقى وشربات، يعني اديهم سمنه وشربات هيطلعوا معاكم زي الفل. تمام. بعد كده رصيت بقى الكنافه، رقه من الكنافه كده تحت زي ما انتم شايفين. وبعد ما هرصه هجيب اي حاجه عندي اوريكم دلوقتي، بس انا بس الاول ارصه كده واحس ان كله متفكك من بعضه، مفيش حاجه لازقه في التانية. ماشي. واملى الصينيه عندي. تمام. بعد كده هجيب اي حاجه عندي تكون تقيله اضغط بيها بقى الكنافه دي كلها، عشان خاطر انا هسويها مش في فرن، دي كنافه بدون فرن يا جماعه. تمام. هجيب بقى بصوا جربت بس لقيتها ما نفعتش معايا بصراحه. يعني أنا قلت هتضغط معايا كويس ما ضغطتش. ماشي. جبت بقى الزبيب وجوز الهند واي مكسرات عندك حطيها، ده كان زبيب وجوز هند وتقريبا كده كان فيه سوداني. وجبت برضو نفس الطبق اللي عندي وابتديت ان انا اضغط بيه كده عشان اطمن ان الكنافه انضغطت معايا حلو. بعد ما ضغطتها هنزل بقى بالمكسرات بتاعتي كده بسويها بايدي. وبعد كده هنزل باي مكسرات عندك حطيها، عايز تبدلي المكسرات ديت
بقشطة كدابة استبدليها، عايزة تستبدليها بكاستر استبدليها. رشة بقى من السمنة كده زي ما انتوا شايفين عشان احس ان هي غرقانة سمنة وضغطة حلوة. وبعد كده رشي بقى المكسرات بتاعتك اهو. انا هبتدي بقى ان انا اوزع المكسرات بتاعتي دي كلها. طبعا عليها حط عليها معلقة سكر عشان ايه تديني كده ايه تسكيرة ولذاذة حلوة في الكنافة. جربي الكنافة بالطريقة دي وهتعتمديها هتعجبك قوي. طبعا هي يعني وصفة تقليدية وعادية بس انا ايه حبيت اشارك اليوم كله معاكم واخليه يوم رمضاني كده وحلو. ماشي اهو. وزعت بقى الزبيب بتاعي بالكنافة بالمكسرات كده. وهبتدي ان انا افرد تاني راق من الكنافة. حطيت نص كمية الكنافة تحت وهحط النص التاني فوق. وكده الحمد لله تكون صينية الكنافة بتاعتي انظبطت ظبطة مية مية والشربات على النار. ويعني بألف هنا وشفا كانت صينية كنافة زي العسل. ألف هنا وشفا للي كان ليه نصيب ياكل حاجة منها طبعا. بصوا بقى شايفين الجمال والحلاوة. أنا بقول لكم يا جماعة يوم رمضاني رمضاني. ماشي بعد كده اهو وزعت الكنافة بتاعتي. وهجيب الطبق كده بقى واضغطها تاني بحيث ان هي تبقى متماسكة معايا شكلها حلو مية مية كده. بحيث ان برضو لما اعمل احطها على النار واسويها على البوتاجاز من فوق ما تفكش معايا وتطلع حلوة ومتماسكة وجميلة. ابتدي برضو اسويها بايدي كده عشان الشكل العام يبقى كده حلو كده والكنافة كده تطلع مية مية. ضغطتها بقى ضغطة كويسة. تمام. بعد كده ما سويتها بايدي بقى كده خلاص. هجيب بقى بقية كمية السمنة اللي معايا واديها رشة كده على الوش عشان اتأكد كده ان هي شبعت سمنة. شبعي الكنافة بتاعتك سمنة كده او زبدة اللي عندك حطيه بس شبعيها بحيث ان انتي تاخدي حتة كنافة كده ايه تبقى بصوا حاجة كده عجب. بعد كده جبت بقى الشياطة اللي هي بتاعت الرز دي حطيتها وحطيت عليها الكنافة. وهسيبها بقى ايه من حوالي كده بالظبط 10 دقايق. بعد كده هقلبها معاكم دلوقتي وهتشوفوا الجمال والحلاوة. ولا اجدعها فرن يا جماعة. هو يعني عشان نعمل كنافة لازم فرن مش ضروري. شايفين بقى الجمال والحلاوة واللون الحلو. تحفة 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 كده وحاجة بصوا ملك. هرجعها بقى في الصينية. بصوا بقى الضغطة بتاعتنا هي اللي ما خلتهاش فكت مننا. شفتوا بقى ازاي الضغطة بتاعتنا هي اللي خلتها ترجع الصينية تاني متماسكة وجميلة زي ما انتوا شايفين. هحطها برضو تاخد 10 دقايق على الجنب التاني وكده الكنافة بتاعتنا تكون خلصت. وبألف هنا وشفا للي كان ليه نصيب ياكل حاجة منها. هوريكم بقى الجمال والحلاوة. 1 2 3 يلا بينا. بصوا بقى شايفين بقى يا جماعة الجمال والحلاوة والتكات والحركات. احلى صينية كنافة بألف هنا وشفا للي كان ليه نصيب ياكل حاجة منها. هقلبها بقى على الوش التاني كده زي ما انتوا شايفين. وهبتدي بقى انزل بالشربات بتاعي. الشربات بتاعي كان كده دافي يعني انا كنت طفيت عليه وبقى دافي. تمام. شرباتي تقيل مش خفيف. انا اللي حباه تقيل يا جماعة. انتي وراحتك بقى. بصوا بقى شايفين بقى تحفة يا جماعة بجد. ألف هنا وشفا ليهم طبعا. لما ببقى بعمل حاجة زي دي ببقى مبسوطة ان انا بعملها الناس بحبها. اهلي طبعا بحبهم ولو جايلي ضيوف برضو ببقى مبسوطة لاني اكيد ببقى عازمة ناس بحبهم. ألف هنا وشفا ليهم. ويا رب يديم علينا نعمة الصحة يا رب ويشفي كل مريض. وبصراحة يا جماعة الكنافة دي معمولة على شرف اخويا لان هو اللي كان طالبها مني. فقلت بقى ايه اعمل لكم الفيديوهين كده مع بعض. شايفين بقى انا حبيت اوريكم كده من قرب الجمال والحلاوة بقى والطعم كان تحفة وكان يوم رمضاني رمضاني. المهم يا رب الفيديو يعجبكم ويا رب اكون خفيفة على قلبكم. ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفيني. معاكي اختكم مكرمة صاحبة قناة ماما وكوكي. ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد. قناتنا حلوة وخفيفة وسريعة. استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه ومع السلامة.